الحقيقه مش عارف ليه احنا بنحارب اي حاجه جديده، اي فكره جديده بنحاربها مع انها ممكن تكون ناجحه. يعني الفيس مقلوب جدا على مذيعه في قناه النهار، المذيعه دي بتطلع تقدم برنامج من البانيو، من البانيو. ليه بتحاربها؟ حرام عليك. طب فكر في فكره جديده. يعني المفروض ده يحرك عندك طبع الابداع، يخليك مبدع وتبتدي تسال هل لو جالها ضيوف في البرنامج هيقعدوا جنبها في البانيو، يعني هيناموا جنبها في البانيو ولا هياخدوا بانيو تاني؟ ما دي لازم تشتغل. فافرض جالها ضيف مهم، جالها ضيف مهم اكيد مش هيقعد في البانيو، مش زي اي حد. يعملوا قعدة تواليت على جنب كده والدنيا تبقى حلوه، والمايك يبقى مثلا ايه في السافون مثلا. فليه تحبط الافكار الجديده، وليه تحبط الابداع والناس اللي بتفكر؟ وبعدين تخيل كده، يعني تخيل الست دي بتشقى قد ايه، بتنزل من بيتها في عز التلج، ها، وتقلع عشان ترضيك، عشان توصل لك الخبر. يعني شوفها دي بتروح الاستوديو مثلا تقول مساء الخير يا جماعه، يلا انا جاهزه، فاهم؟ خلاص قلعت، خلاص الموضوع خلص، نزلت في البانيو ميه وصابون والدنيا حلوه. فانا مش عارف ليه. وبعدين تخيل بقى المخرج، شوف المخرج والمصورين دول بيتعبوا قد ايه. شوف تخيل كده، اقول لها يا حبيبتي، يا حبيبتي الشوت ده لازم يتعاد، مش هينفع، مش هينفع اللي بقولك عليه. ليه تحارب الافكار الجديده؟ يعني جرب وفكر زيها كده واعمل فكره جديده. اعمل مثلا برنامج من على الحوض، اقعد نام في الحوض واعمل برنامج هيضرب مع الناس. نهدى شويه كده، نهدى شويه، لازم تهدى.